السلام عليكم البنات، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، شحال كيعجبني ملي تنقول لك سيدتي الجميله. علاش؟ لان بزاف ديال السيدات كيتلاقاوني في الطريق تيقول لي واش انت هي سيدتي الجميله، تنقول لهم يا انا سيدتي. المهم سيدتي، اليوم جيتك بواحد الماسك اللي هو جد رائع، مزيل للتجاعيد. حنا عندنا واحد المشكل اللي كنتخوفوا منه بزاف اللي هو التجاعيد، ولكن لا هروب من التجاعيد. غير هو الا جات واحد السن خفيفه ماشي مشكل، ماشي كتجينا على سن 40 و50 وتنقولوا حنايا راه التجاعيد عاديه. لا، ملي كتوصلي لواحد السن ديال 60 سنه وكتبدا خطوط رقيقه كتفرحي بها، مرحبا الف مرحبا. باش انك توصلي 60 سنه وتولي كلك مكمشه وكلك هابطه وكلك هذا، لا سيداتي، ما متفقاش معك في هذه. المهم تبعي النصائح وتبعي الماسكات وتشوفي وجهك كيفاش غادي يولي بالله سيدتي. وجهك غادي يولي مجبد. غير جربي، راه التجربه خير برهان. تيقول لك تبع الكذاب سلبه بالدار. راه تنقول لكم انا غير جربي سيدتي وردي عليا الخبار، لان الماسك اللي كنعطيك الا وراه مدروس وراه مجرب وراه خدامه به. انا خدمت به مع الزبونات ديالي وعطاني نتيجه، وكنديروا لوجهي وعطاني النتيجه، وكنديروه مع خواتاتي والعائله ديالي. الحمد لله كلشي كيشكر الماسك اللي عطيتو ليهم تيشكروه. سيدتي اليوم غادي نحتاج النعناع. فات لي عطيتكم ماسكات ديال النعناع، ردوا بالكم البنات. تيقولوا لي لا النعناع ماشي زوين. ماشي النعناع اللي زوين، لا، الكيماويات اللي تيسقيو به، داك البرودوي اللي كيسقيو به النعناع هو اللي خايب. ممكن النعناع تشوفي بحيرات حداك تاخديه، تشوفي ملي كتاخديه بالجدر ديالو كتشديه كديريه غير في محابق دغيا كينوض في اسبوع. هذاك الخيار اللي كتجيبيه وديريه في واحد المحابق عندك في الدار في الشرج من الكوزينه اولا عندك الجرده اولا هذا دغيا كينوض. ما تحتاجي لا زريعه لا والو، يعني غير الجدر ديالو تغرسيه كتسقيه في اسبوع كيبان دغيا كينوض النعناع. المهم سيدتي كنحتاج هاد الوريقات ديال النعناع، كنحتاج واحد الكميه ديال القبطه ديال الوريقات ديال النعناع. واخا ديري هاد العويدات رقيقين ماشي مشكل، واخا ديري العويدات رقيقين ماشي مشكل. كتشديهم هادو يعني ديال القبطه كامله، كديريها في الخلاط الكهربائي مع 2 معالق ديال ماء ورد، مع 2 معالق ديال ماء ورد في الخلاط الكهربائي اللي كنديروا به العطريه يعني التوابل. تتولي لي بحال عصير لافوكا، اللون ديالو كيولي بحال عصير لافوكا ملي كطحنيه مزيان سيداتي. من بعد ما كيتطحن كديري معاه معلقه كبيره ديال الياغورت، معلقه كبيره ديال الياغورت سيداتي. ورده هي الخبار، هي راه تنقول لك انا جربي ورده عليا الخبار. ومعلقه ديال العسل، طبعا اللي هو عسل النحل. الا كان عندك عسل البرتقال فهو غيكون احسن فاحسن سيدتي، كيكون خفيف على الوجه وزوين في التجميل سيدتي. هذه الوصفه سيدتي التجاعيد كوني على يقين انهم التجاعيد فيك كثار كيخفافوا، ما فيك يعني فيك خفاف ما كيبقاوش نهائيا. ولكن سيدتي كنصحك بمساج الوجه ديالك دائما، المساج بالطريقه الصحيحه كيف ما كنوريكم. ردوا بالكم كيفاش غتحطوا الماسك، كيفاش غادي تحيدوه، كيفاش تخدموا الكريم لوجهكم. راه هادشي كله عنده دور كبير في الحفاظ على جمالك. يعني ما حافظتش على الجمال ديالك كتجيبيها غير في راسك، كتعطي التبهديل لوجهك، يعني كيترهل كيولي حالته. المهم سيدتي هو انك تردي البال لان جمالك بين يديك. كيفاش تحطي الماسك بالطريقه اللي هي صحيحه، كيفاش تزوليه بالطريقه اللي هي صحيحه، كيفاش ديري مساج لوجهك بالطريقه صحيحه. كل شيء كاين في القناه، غير الا ما بغيتوش. بارطاجيو سيدتي وطبقوا داكشي اللي كنعطيكم وتشوفي وجهك كيفاش غادي يكون. غتخلطي قلت لك الخليط اللي هو عصاره النعناع، كتعصريه مزيان بديك 2 معالق ديال الماء ورد في الخلاط ديال التوابل. من بعد سيدتي غادي ديري معلقه كبيره ديال الياغورت ومعلقه كبيره ديال العسل. غادي تحطي على وجهك اللي هو مغسول بشويه ديال الماء دافئ، غير شويه ماشي سخون، شويه دافئ. غتحطيه على الوجه ديالك. من بعد سيدتي غتخليه نصف ساعه واكثر ماشي مشكل، ما كاين حتى مشكل.
حتى اكثر من نصف ساعه ماشي مشكل. ولكن اي ماسك درتيه الله يسهل عليك سيدتي، الله يرضى عليك سيدتي، غنطلبك ونرغبك هو انك ما ديري لا حركه. انا كنشوف الناس دايرين الماسك وتيبقاو يعواجوا مع المرايه ويضحكوا مع المرايه ويضحكوا مع الدراري لا لا نهائيا. الماسك كيبغي الراحه، لان كل ما الماسك دايره في وجهك ودرتي شي حركه تعبيريه بوجهك كل ما ثبتات بلاصه ديك الحركه. يعني درتيها هادو الخطوط كيزيدوا يثبتوا بلاصتهم، درتيها هاد التجاعيد اللي عندك في الجبهه كيثبتوا بلاصتهم، اي حاجه هاد ما بين الحاجبين كيثبتوا بلاصتهم. اي حاجه درتيها سيدتي ديريها متقونه ولا خليها عليك. هادشي اللي غادي نقول لك، ديري الحاجه متقونه سيدتي. وطبعا من بعد غتزوليه بواحد تخدميه بعدا باليدين ديالك مزيان، خدميه من بعد بشكل دائري وفوق. رسمي تفنني كيف ما كنقول لك دائما، تفنني في الوجه، في الرسم ديال الوجه ديالك. ومني دير الماسك كوني دايره وانت على يقين انه غادي يعطيك النتيجه. كيف كيقولوا ديروا النيه، وديري النيه سيداتي. عرفتي ملي كديري الماسك وانت دايره النيه، عرفتي وجهك كيفاش كيخرج ملي كتشوفي في المرايه تقولي فعلا. ماشي انت غتحطي الماسك على وجهك وتقولي ونديروا على الله عطاني ولا ما عطاني نشوف ما راعينا بهاد الماسكات ما عطاونا والو. لا حبيبتي لا لا، ديري الماسك ديالك وديريه وانتيا فرحانه به، وعطي راسك قسط من الراحه. غمضي عويناتك وعيشي الاحلام واحد نصف ساعه، عطي راسك الراحه واحد نصف ساعه. سالي شغلك لا اولا ديري شغلك، استعملي شغلك ولكن بالكالم، ما يكونوش حداك الدراري الصغار كيلعبوا كيغوتوا ولا هدا نتا رسنتا ولا هدا. لا، وجهك ولا حركه، وتشوفي الجمال ديالك كيفاش غتحافظي عليه وكيفاش غادي يولي الجمال. الا كنتي عاد غتبداي تحافظي عليه، تبعي النصائح وتشوفي وجهك كيفاش غادي يولي. المهم سيداتي من بعد غادي تزولي تخدمي الوجه ديالك، ملحي ليه بسباتول اولا بمعلقه صغيره اولا اي حاجه، تزولي غير بصبعانك بحال هكا وتغسلي وجهك بالماء البارد. اي كريم مرطب عندك في البيت ديالك الا واستعمليه، لان ما يمكنش نقول لكم انا راه وريتكم الكريمات اللي كنستعمل، ولكن ما يمكنش غادي نقول لكم لا ضروري تشري داك الكريم باش ديريه. لا سيداتي، الكريم اي كريم مرطب ديريه الوجه ديالك، لان الترطيب ضروري ومهم. نقولها لكم لان الوجه الا ما كانش كيترطب راه صافي تبهدل، راه مشى. الى البشره ديالك جفات بواحد الطريقه لدرجه انها التقشير، راه مشكله باش كداويها، مشكله باش كتعالجيها. اللهم شربي الماء بزاف، ديري الترطيب الوجه ديالك، غدي البشره ديالك، ديري ماسكات طبيعيه راهي مغذيه من الدرجه الاولى. المهم بلا ما نطول عليك سيدتي، ما تنسيش البارطاج وما تنسيش تعاليق زوينين ديالكم، كنتسناهم دائما بفارغ الصبر. السلام عليكم، واي حاجه بغيتوها كتبوها ليا في التعاليق. السلام عليكم سيدتي.